طائلة بكل تأكيد. تابعنا إذن أجواء هذه المباراة بانتظار ركلة البداية مشاهدينا الأعزاء في كلاسيكو الأرض بين برشلونة ريال. كلمة لحفيظ الدرجة. شكرا جزيلا لك محمد، والشكر موصول ايضا الى فيران توريس في الوضعيه اليوم في الترتيب العام اولمبي، ويقودها الحكم خيسوس خيلمان. امريكا إنيغو مارتينيز مباشره مع لخم من اي لاعب اخر. 34 بطاقه صفراء وبطاقتان حمراوان بالنسبه لجافي 19 سنه. والاستناد على توريس اعطي جول جوندوغان في اول مباراة واول جول. كانت تبدو صعبة ثم سهلة صارت صعبة، وجاء الجول من خطأ فادح من دافيد ألابا، وجول اول لبرشلونة في الدقيقة السابعة. جول جود بيلينغهام يدخل يواصل في خطأ حكم يحتسب ضد بيلينغهام الذي يريد ان احتمالات ايضا كثيرة. دافيد ألابا يبحث عن بالنسبة لعشاق الكرة الإسبانية المدافع داني كارفاخال. رجعت لك دافيد يهرب مندي، انطلق رودريغو استلمها فينيسيوس، ومن هنالك خطأ لجو فيليكس يرتكبه المدافع داني كارفاخال. استرالغا إنياكي بينيا كون امام الرجل اليسرى، كرة ممتازة لفيرلان مندي من امام الابا، يرفع كانسيلو وريديغر جهة اليسرى عن طريق اللاعب جونيور عرضية وتيرشتيغن كان يبحث عن رودريغو من هنالك، ولكن مارك اندري بالاضافة الى روميو يجد صعوبة فريق الريال في إخراج الكرة من منطقته. رجعت لبالدي مرة ثانية يلعبها مع جواو فيليكس في خطأ الحكم يصفروا ضد كارفاخال لصالح جواو فيليكس. روديغر في الوسط، روديغر يلعبها مع جونيور خطيرة، والدفاع منه تشواميني. روديغر رائعة كرة الألماني أنطونيو روديغر، هذه التسديدة المباغتة ضيعتها جول. لا خطأ ثاني من دفاع الريال. كاد فيرمين لوبيز يسجل أول أهدافه في إنيغو مارتينيز مع بالدي، رجعت في وسط الميدان مرة مع بيلينغهام. جونيور ترسل كرة بعيدة على كانسيلو. صعبة جوا الحكم يقول لعبت الكرة. فيدريكو فالفيردي كارفاخال ضيع بالدي توريس لبالدي وتوني كروس خرج هذه الكرة ويلعبها مباشرة في التماس ليسيا. ضاعت الكرة جود بيلينغهام. فيرمين لوبيز يتفوق بروعة، ولكن يستفيد من خطأ بعد تدخل توني كروس. عندي توني كروس فينيسيوس جونيور فيرمين لوبيز فيرمين لوبيز استلمها بيمناها. استند المسابقات ودية ورسمية وعبر التاريخ هذا الملعب الرابع عشر. هايلة لجاملي الخطيرة كارفاخال. الكافيور اي تسلل ام لا استلمها بشكل رائع. شوف التمريرة كم كانت رائعة. جوندوغان وجواو فيليكس يواصل جوندوغان يحاول يمر يرجع. بيلينغهام ثلاثي وسط الميدان، خاصة الثنائي فيرمين لوبيز وكذلك جافي يتداولان عليه. بعيد على فيران توريس، دافيد ألابا مباشرة فيليكس. كرة تسترجع من توني كروس، لعبها لبيلينغهام يحاول يمر، حكم صفر له خطأ بعد التدخل من جافي. الراوخو دافيد ألابا يخرجها في الركنية، وإلا كانت فرصة أخرى لبرشلونة اليسرى. فينيسيوس يا توريس البطاقة الصفراء لفيران توريس من أمام فينيسيوس جونيور. إلى ريال مدريد بكبة في حراسة المرمى. جواو كانسيلو على الجهة اليمنى، فيرلان مندي الجهة اليسرى، دافيد ألابا في وجود خوسيلو وكامافينجا لرودريغو بين قريب منه فيرمين لوبيز. كانسيلو يدخل العرضية وجول
مرة ثانية كاد يأتي الجول، صدها على مرتين كيبا، ضربت في القائمة هايلة لجواو فيليكس ولكن راحت ضربة مرمى خطيرة. بيلينغهام ولعب الحكم يقول لعبة الكرة وراحت ركنية لصالح عناصر الريال. كان قريب جدا الحكم. كرة رودريغو كرة بعيدة عالية تماما أو جانبية وعالية على مرمى الحارس مارك أندري تير شتيغن. هاي الكرة من روديغر هاول إنيغو مارتينيز، كرة بعيدة كثير، كرة ممتازة من رودريغو لفينيسيوس جونيور، خروج رائع من هنالك عن طريق الحارس تير شتيغن ويلعبها بسرعة في اتجاه إنيغو مارتينيز. عودة كم إنيغو مارتينيز من أمام كامافينجا التسديدة توني. هذه أول تسديدة في إطار في اتجاه جول. جونيور ضيعتها. جواو فيليكس وخطأ لصالحه يرتكبه كارفاخال الذي يتلقى البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم. إنيغو مارتينيز لكريستنسن مرة ثانية، بعيدة كثير على رودريغو أو على فينيسيوس على رودريغو. نعم الكرة راحت ضربة مرمى. خوسيلو مسجل 5 أهداف مع الريال هذا الموسم. لوكا مودريتش قد يكون هذا الكلاسيكو الأخير وقد يكون ما قبله. كانسيلو رائعة مرة ثانية كاد يفعلها. لحد الآن موفق خيار تشافي بإقحام كانسيلو في الخط الأمامي. هاو كيف مرة أنا من أمام. يفضل لوكا مودريتش يرجع للخابة. تشواميني تغطية تراجع عناصر البارسا. جود بيلينغهام جول ولا أروع من بيلينغهام. لم يسدد الريال طيلة ساعة لعب، وعندما سجل 3 تسديدات، الثالثة ثابتة، والهدف الأول للريال هو الهدف 300 لريال مدريد في الكلاسيكو. فينيسيوس وخروج موفق. الريال على يمين تير شتيغن، الكرة من لوكا مودريتش يرفعها أيضا ب 13 هدف. يرجع للخلف، خطيرة كامافينجا في خطأ. نعم كامافينجا وخطأ من كانسيلو لصالح لوكا على تير شتيغن. فالفيردي تفوق عليه الراوخو ولعبها من هنالك على الجهة اليمنية مع بيلينغهام. رافينيا لروبرت ليفاندوفسكي، كرة عالية بعيدة فوق المرمى، مرت سلامات. الفكرة الآن إنيغو مارتينيز، خوسيلو اختفى، خوسيلو ضيعها لما رافينيا مرة ثانية. رافينيا ضيع. الحكم يقول العب فينيسيوس والتغطية من هنا دفاع بشكل رائع. تير شتيغن يتفوق في كارفاخال. لا جول. برشلونة في برشلونة. بيلينغهام يسجل ثنائية. بيلينغهام يطيح بتشافي. بيلينغهام يمنح الريال الفوز في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. هذا هو الريال بسبع أرواح. مرحبا بكم متابعينا الكرام. بعد مشاهدة الفيديو، وإذا كنت لأول مرة تشاهد قناتنا، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد. كما عودناكم متابعينا بتغطية كل الدوريات العالمية الكبرى، واليوم كان الدور على الدوري الإسباني، حيث شهدت الجولة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة. وبدأ برشلونة المباراة بكل قوة منذ البداية، وحاول خلق أكثر من فرصة على مرمى ريال مدريد، وفعلا سرعان ما تقدم النادي الكتالوني في الدقيقة 5 من الشوط الأول إثر تمريرات متبادلة بين لاعبيه، لتصل الكرة إلى مدافع ريال مدريد النمساوي دافيد ألابا الذي أخطأ في تشتيت الكرة أمام لاعب خط الوسط الألماني غوندوغان الذي خطف الكرة وسدد سريعا في شباك الحارس الإسباني كايبا. وقدم فريق برشلونة مستوى كبيرا في أول 45 دقيقة، سواء من ناحية الاستحواذ الكبير وحرمان فريق ريال مدريد من الكرة على أرض الملعب، ونجح في خلق أكثر من فرصة خطيرة على المرمى،
في حين فشل النادي الملكي في خلق فرصة واحدة على مرمى الحارس الألماني تير شتيغن، وبدأ من الواضح أنه تائه على أرض الملعب ولا يعرف كيف يخترق دفاع فريق برشلونة المتكتل، وسط عجز تام للهجوم بقيادة البرازيليين جونيور ورودريغو والإنجليزي جود بيلينغهام. وبدأ من الواضح تفوق النادي الكتالوني بكل شيء على أرض الملعب، وخصوصا في خط الوسط الذي عجز عن مجاراة الثلاثي غاندوغان والإسبانيين فيرمين لوبيز وغافي، إذ نجح الثلاثي في التفوق بالثنائيات وكذلك في عملية الخروج بالكرة والبناء السريع من الخلف ليفرض سيطرته بالكامل على أول 45 دقيقة وينجح في الحفاظ على هدف التقدم الذي سجل في أول الدقائق. في الشوط الثاني دخل ريال مدريد بمستوى أفضل وتحرك أكثر نحو منطقة جزاء فريق برشلونة، وفعلا سرعان ما نجح النادي الملكي في معادلة النتيجة عبر الهداف المتخصص الإنجليزي جودي بيلينغهام الذي سدد كرة قوية جميلة سكنت زاوية الحارس تير شتيغن لتتحول المواجهة إلى سجال غلفه الكثير من الإثارة والحماس على أرض الملعب فيما تبقى من الدقائق. وغاب برشلونة في الشوط الثاني تماما ولم يظهر بنفس الخطورة على أرض الملعب مثل ما فعل في الشوط الأول، ليستغل فريق ريال مدريد هذا التراجع بأفضل طريقة ويسجل الهدف الثاني في الوقت القاتل من المواجهة عن طريق النجم الإنجليزي بيلينغهام، ليخطف النادي الملكي فوزا مهما بفضل بيلينغهام وانتفاضة الشوط الثاني المجنونة. وبهذا الفوز حافظ فريق ريال مدريد على صدارته للترتيب برصيد 28 نقطة مقابل الرصيد نفسه لفريق جيرنال الوصيف، بينما بقي فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.